هتاكل ايه؟ أكلة مشهورة، نعم، بالفن. معجونة؟ ازاي؟ هتعرف هنا مع كل فزورة مطبوخة بأفلام وأغاني وكمان مسلسلات في فوازير. أكلة مفنونة. يا مساء الفل والصحصحة، معاكم مونيكا ميشيل، وجه وقت حل طبق امبارح، والحل هو مسلسل رمانة الميزان. ويلا بينا نلعب سوا بفزورة جديدة بأكلة أو مشروب. وهنكشف دلوقتي طبق النهاردة اللي مخبي أكلة مفنونة. نمر غنى وبيقولك كلام، بيطلب من حد يفضى ويريح من الزحام. في مكان بعيد في دفى وكلام، معاهم مشروب يطفي أي خصام، يصحصحك لو شربته ليل أو نهار. لو فهمت الحكاية هتعرف اسمها من غير ما تحتار. والآن هنسيب الفزورة المفنونة وهنعرف عنه هو معلومة. هنرجع سوا للقرن ال15 وال16، وهنروح لتركيا في الدولة العثمانية. لو لقيت خناقة بين 2 متجوزين وشفت ان الموضوع عمال يكبر ويكبر ووصل للمحكمة، وكمان عرفت السبب، ان الست طلبت الطلاق بسبب عدم وجود منتج بنجيبه احنا دلوقتي عادي، بس هو جوزها ما وفرهوش، ما تستغربش، عشان كان في قانون في الوقت ده ان المشروب ده من الضروريات اللي لازم الزوج يوفرها لمراته، كأنه عقد كده وأساسيات بيت، لو مش موجودة ممكن يكون سبب للطلاق وينفصلوا عادي جدا. الحمد لله ان مفيش الكلام ده دلوقتي وبنلاقيه بسهولة، وكمان بقينا نستخدمه في الأكل. تعرف بقى ايه الأكلة اللي بنستخدمه فيها؟ ها قولي، وصلت لحل الفزورة؟ طيب خمنت ايه هي الأكلة أو المشروب؟ اكتب تحت في الكومنتس. وحالا شبعنا خالص وهنشيل طبق النهاردة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون، واظبط ساعتك على 7:30. بكرة هاجي ومعايا الحل، وكمان هنلعب سوا بفزورة جديدة في أكلة مفنونة بالفن. معجونة حلتها؟ طب استنى هتتسلى، لسه كتير فوازير. أكلة مفنونة.